بتحب تصميم الديكور او التصميم الداخلي وكان نفسك تكون انتيريور ديزاينر، بالاضافه كمان لحبك للجرافيك ديزاين باقسام كتير الاروع من بعض، ومحتار ومش عارف تختار مجال فيهم تركز فيه؟ سهله وبسيطه. مجال النهارده قدر يدمج لك بكل بساطه من حبك للاثنين. فمجال النهارده هو الانفايرمنتال جرافيك ديزاين، وكالمعتاد هنحاول نعرف كل حاجه عن المجال ده. واول خطوه عشان تعرف ازاي تبقى انفايرمنتال جرافيك ديزاينر لازم تعرف يعني ايه جرافيك ديزاين، ويعني ايه انتيريور ديزاين، ويعني ايه انفايرمنتال جرافيك ديزاين، وعلاقه الثلاثه ببعض، والفرق بينهم، وايه هي مسؤولياته وطبيعه شغله، وكمان اهميته، وازاي يقدم افضل تصميم، والمهارات المطلوب توفرها في الديزاينر، واهم البرامج اللي هتحتاج تتعلمها. وده اللي هنوضحه في حلقه النهارده. معاكم محمد الصواف من قناه رحاله، فيلا نبدا. فنبدا بالجرافيك ديزاين. هو عمليه انشاء تصميم بصري، وبيهدف لتوصيل رساله محدده وايصال المعلومات بطريقه بصريه وجذابه وفعاله. وده بيحصل من استخدام مبادئ التصميم والعناصر البصريه زي الخطوط، الالوان، الاشكال، المساحه، التايبوجرافي والتكتشر. وتقدر تتعرف على المجال بشكل اكتر ووضوح وتفاصيل اكتر في الحلقه الخاصه بيه، وهتلاقيها في الاي اللي فوق. انما بقى الانتيريور ديزاينر هو تصميم وتخطيط المساحه الداخليه للاماكن المختلفه، وبيهدف لتحسين وظيفه المساحات الداخليه وخلق بيئه جميله تلبي احتياجات العملاء وتعزز راحتهم ورفاهيتهم. وبيشمل توزيع الغرف وتوزيع الاساس والاضاءه والالوان والتشطيبات والديكور. وده يدخلنا على الانفايرمنتال جرافيك ديزاين. هو مجال بيتم فيه استخدام مبادئ وتقنيات الجرافيك ديزاين لانشاء اتصال مرئي داخل المساحات والبيئات المختلفه، وبيهدف لتحسين تجربه المستخدم وتوجيهه، وكمان توفير ليه المعلومات وربط وعيه بالبيئه المحيطه بيه. وده بيحصل عن طريق تصميم وانشاء الرسومات والطباعه واللافتات والعناصر المرئيه المختلفه اللي بيتم دمجها في البيئه المبنيه. طيب على كده ايه وجه الشبه بينهم الثلاثه؟ بيشتركوا الثلاثه في مجال التصميم والاتصال البصري، فكل التخصصات دي تهدف لخلق بيئه مريحه وجميله للمستخدمين وتعزيز تجربتهم البصريه والتفاعليه، والعمل على تحسين البيئه المحيطه وجعلها اكثر جاذبيه. طيب برضه هنرجع نقول ايه وجه الاختلاف والفرق بينهم. فمثلا الجرافيك ديزاين بيركز على التصميم البصري والرسومات والرموز بغرض توصيل رساله او ايصال المعلومه بطريقه جذابه وفعاله. انما الانتيريور ديزاين بيركز على تصميم المساحات الداخليه وتنسيق الاساس والاضاءه والتشطيبات، وبيتعامل بشكل اساسي مع العناصر الفيزيائيه زي الجدران والارضيات والاساس. انما الانفايرمنتال جرافيك ديزاين بيركز على تصميم العناصر البصريه في المناطق العامه والمباني لتوجيه المستخدمين وتحسين تجربتهم البصريه والتفاعليه في البيئه المحيطه بيهم. وعلى الرغم من انهم كلهم متخصصين في مجال التصميم البصري، الا انهم كل واحد فيهم بيركز على جوانب مختلفه وبيتطلبوا مهارات مختلفه. فخلينا نركز في حلقه النهارده على الانفايرمنتال جرافيك ديزاين، وخلينا نبدا بطبيعه عملهم ومسؤولياتهم. باختصار، الانفايرمنتال جرافيك ديزاينر مسؤول عن عمل حلول اتصال مرئيه للمساحات والبيئات المختلفه، وكمان خلق بيئه تحكي قصه بشكل فعال وجذاب، وبرضه خلق بيئه تعبر عن هويه المكان، وعمل واي فايندنج سيستم، وهو نظام بيساعد الناس على ايجاد طريقهم، وتتمثل مهمه المصمم في ابلاغ الشخص الموجود في البيئه بموقعه الحالي والموقع المطلوب وكيفيه الانتقال من واحد للتاني. واخيرا التعاون مع المهندسين المعماريين ومهندسين الديكور للتاكد من نجاح تصميماتهم. وده يدخلنا على اهميه الانفايرمنتال جرافيك ديزاين، وبتتمثل في حاجات زي تحسين تجربه المستخدم. فبشكل عام بيلعب دور مهم في تشكيل تجربه المستخدم وانشاء تجربه سهله وخلق بيئه جذابه بصريا وعمليا. انشاء هويه متماسكه من خلال استخدام العلامه التجاريه، بيساعد على انشاء هويه متماسكه لمساحه او مكان، اللي ممكن يساعد في انشاء شعور بالانتماء للمكان ده. توصيل المعلومات بيستخدم لتوصيل المعلومات المهمه بطريقه واضحه وسهله الفهم، تعزيز الاحساس بالمكان من خلال دمج الثقافه المحليه والتاريخيه والمعالم في التصميم، واللي هينتج عليه انشاء تجربه فريده ما تتنسيش ابدا للمستخدمين. تحسين امكانيه الوصول، واللي يضمن قدره الجميع على التنقل والتفاعل مع البيئه بسهوله. وده يدخلنا على ازاي اقدم افضل تصميم. اول حاجه تحديد مسار واضح وبديهي يساعد المستخدمين على التنقل والتفاعل بسهوله وفعاليه. التركيز على العلامه التجاريه وهويه المكان. تحديد عناصر مرئيه تتماشى مع التصميم العام للبيئه ويساعد على انشاء هويه متماسكه للمكان. الوضوح وسهوله القراءه بحيث يتاكد من قدره المستخدمين على فهم المعلومات اللي بيتم نقلها. تسهيل امكانيه الوصول، بياخد التصميم الجيد في الاعتبار احتياجات جميع المستخدمين بما فيهم ذوي الاعاقه. بيضمن عناصر زي برايل والاشارات الصوتيه والمرئيه لتحسين امكانيه الوصول. الاهتمام بالمظهر الجمالي، يخلق التصميم الجيد بيئة جذابة بصريا وتعزز تجربة المستخدم الإجمالية. وبشكل عام التصميم الجيد هو التصميم اللي بينقل المعلومات بشكل فعال وبيعزز تجربة المستخدم وبيخلق بيئة جذابة بصريا وعملية مع المكان. بالنسبة بقى للمهارات المطلوبة، فلازم يكون قوي في الكالر لاyout اند تايبوجرافي، ودي مهارات أساسية أي ديزاينر لازم يبقى عنده علم بيها، ومتمكن في تطبيق نظريات التصميم
زي البالانس، كونتراست، وايت سبيس الى اخره، على درايه بالهويه البصريه ويقدر يطبقها في تصميماته، على درايه بالتصميم الداخلي، وعنده قدره على تحديد اماكن جذب الانتباه في البيئه المحيطه بيه، مهارات تواصل وحل المشكلات، لان طبيعي شغله بيفرض عليه التواصل مع اشخاص مختلفه، يقدر يشتغل مع فريق، وده لان شغله برضه بيفرض عليه على طول انك تشتغل مع فريق، وكالمعتاد في اي شغل لازم يبقى فيه ادوات بتساعدك في تنفيذ الشغل ده. وده يوصلنا لاهم البرامج اللي هتحتاج تتعلم، وهم ادوبي الستريتور، ادوبي فوتوشوب، واي برنامج 3D زي اوتوكاد او 3D ماكس، بلندر، وسينما 4D. اي واحد منهم هيقوم بالواجب. وبكده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، وانتظرونا في الحلقات اللي جايه. مع السلامه.